عرفت القذافي في ظرف صعب جدا وحساس جدا، لأنني ذهبت إليه مبعوث، وهذه من المفارقات العجيبة. كيف ذهبت إليه مبعوث؟ كانت الشرق الأوسط في 88 أعتقد بدأت تنشر سلسلة حلقات المشكلة ما بين عقيدة القذافي وحركة فتح الفلسطينية. وحركة فتح بدأت تكشف أشياء كثيرة عن القذافي وعن نظامه وكذا، كلها أشياء سلبية. فغضب القذافي غضب شديد جدا جدا على هذا الموضوع، وقرر في تلك الفترة، كان ما يسمى عنده حملة على ما يسمى بالكلاب الضالة أي المعارضين، وقرر أنه ينسف الشرق الأوسط في لندن. هكذا كان تعرف في تلك الفترة 88 يعني كان ممكن أن يفعل أي شيء، وهدد فعلا بذلك، والتهديد وصل إلى الشرق الأوسط. فكان يعني تقرر أنه تهدئة الأمور معه. كيف تهدئة الأمور معه؟ يعني إرسال شخص له يحاول يعني يقيم نوع من الصلح وتهدئة الأمور معه وإجراء حوار. فهناك ملابسات كثيرة لا أود أن أدخل فيها لأنها طويلة جدا. تقرر أن يكون هذا الشخص هو أنا باعتباري مسؤول التحرير الشرق الأوسط في المغرب العربي، وأيضا باعتبار لمسألة شخصية أيضا لها علاقة بعلاقتي الشخصية جدا، والتي كانت مبنية على نوع كبير من الثقة بيني وبين عثمان غنير كرئيس تحرير. أنا كنت خليني دعني أقول من الدائرة الضيقة جدا القريبين منه في الصحفيين الذين يشتغلون في الشرق الأوسط. طبعا هذا الأمر استمر حتى لما أصبحت مدير تحرير الإلاف وما إلى ذلك. فذهبت إليه، وكان الاتفاق إنه إذا كانت الأمور سالكة في طرابلس سأتصل به تليفونيا. ذلك الوقت لم يكن هناك لا فاكس ولا إيميل ولا يحزن. الفاكس مراقب، كان موجود ولكن مراقب، يستحيل تستعمل. اتصل به وأقول له بأن الجو خانق جدا والرطوبة في طرابلس وكذا، معنى ذلك الأمور جيدة. وإذا قلت له بأن الشمس يعني طرابلس طقسها جميل والبحر هادي وكذا، معنى الأمور سيئة جدا. فوسطت شخصين، هذا طائر مع القذافي، وسطت شخصين من أجل أن تتم اللقاء. واحد فيهم الله يفرج كربته هو السي محمد أبو القاسم الزوي، وهو معتقل حاليا لأنه كان رئيس مجلس الشعب العام، يعني تقريبا رئيس البرلمان بعد سقوط نظام القذافي. وعقيد كان من مقربين له اسمه العقيد يوسف الدبري. فهؤلاء طلبوا يعني بإلحاح من القذافي أنه طيب لتقابل هذا الشخص وشوف، والشرق الأوسط صحيفة مهمة وكذا. فاستقبلني في خيمته. أول ما لفت انتباهي عكس ما يقول الناس، دقيق جدا هو، ويجعلك أنت تتكلم وهو يتكلم في كلام لا رابط بينه، لكن هو يريد أن يفهم أنت ماذا تريد أن تقول. فأتذكر بعد ما أجريت الحوار وكذا، كان اللقاء الذي يفترض أن نناقش فيه هذا الموضوع، تطبيع الأمور وتهدئة الأمور وكذا. فسألني قال لي لماذا أرسلوا لي سوداني؟ قلت له يا أخ العقيد، أنت رجل تدعو للوحدة العربية، فبالتالي لا يوجد فرق ما بين كذا وكذا وكذا. هو صحيح في قرارة نفسه كان يريد سعودي، هو رئيس التحرير لأنه كان سعودي أو مصري أو لبناني، فأن يأتوه سوداني داخليا لم يكن ينظر إلينا باحترام بكل موضوعية، وهذا ما لمسته فيه. ولكن يعني كما يقال ضغطت على مشاعري كمواطن سوداني، ولأنني ذاهب في مهمة يمكن أن نسميها مهمة دبلوماسية. فقلت له أنت تدعو لكذا، ثم أنه يعني السودانيين ما الإشكال يعني في أنه. وقلت له زدت أتذكر قلت له ربما أنا أكون سوداني مختلف لأنه سوداني تربى في المغرب، يعني معناه أنا عندي العقلية المغربية أكثر من العقلية السودانية، وهذا صحيح. فتبسم، أعجب بالجواب. فقال لي المهم، قلت له أنا سأتردد عليكم كثيرا هنا، وأي شيء يعني تطلبون منه تغطيته سأغطيه. وكان هذا الدور الذي أصلا مطلوب، وفعلا هذا حدث. يعني أصبحت أنا الذي أتولى مثل ما يمكن أن نسميه بلغة الدبلوماسية الملف الليبي داخل المؤسسة كشخص. ما هو الانطباع الذي أتاني يعني جاءني به؟
هو ذكي، ما في ذلك شك. أي تصرف عنده ليس عفو يقصده، حتى لو بدأ هذا التصرف تصرف مجانين أو حمق، حتى يريد أن يشتت ذهن الآخر، حتى لا يذهب، يعرف كيف يذهب إلى هدفه. كان عنده منطق يشتغل به، أن أي موقف وأي شخص قابل أن تساوم على مواقفه، سواء كان هذا الشخص رئيس دولة أو شخص عادي. كان عنده ثقة في نفسه، ممتلئ بثقة بنفسه كبيرة جدا جدا. رجل تستهويه السلطة، ما في ذلك شك، ويحبها. تلاحظها حتى في مشيته، يعني يمشي بخيلاء شديد جدا غير عادي. شخصية مركبة من شخص بدوي نقي كما بدأ، ثم فجأة زحفت عليه بريق السلطة، ويعني كل الأشياء التي ممكن أن تأتي بها، كل الأمور التي ممكن تأتي بها السلطة. فهذا التركيب وهذا التناقض يظهر في شخصيته. أنا لا أعتقد بأنه كان صادقا في دعوته لا للوحدة العربية ولا للوحدة الأفريقية. من خلال نقاشي معه، هو كان يريد دور، كان شخص يبحث عن دور. إذا كان هذا الدور كان وجده في العالم العربي كان مع الوحدة العربية، وإذا كان هذا الدور وجده في العالم في أفريقيا يبحث عن الدور الأفريقي. أيضا في مسألة في غاية الأهمية، كان القذافي يحيط نفسه بأفضل المثقفين من ليبيا وداخل ليبيا، من العالم العربي وخارج العالم العربي، وبأسوأ المجرمين. وبالتالي يستطيع أن يحاور حينما يكون في حوار أو نقاش أو كذا، يستعين بهذه الفيلق المثقفين إذا استعرضنا أسماء الشخصيات التي كان يلتقيها القذافي سنجد بينهم أناس بارزين جدا، لامعين جدا في الفكر وفي الثقافة وفي الفن وفي ما إلى ذلك. وإذا استعرضنا لائحة الذين كان يستعين بهم كذراع لتصفية ما يريد تصفيته، كلاب ضالة كما يسميها أو إلى آخره، تفجيرات، عمل انقلابات، قلاقل، سنجد أيضا عتاة المجرمين، من كارلوس للساندينيست في أمريكا اللاتينية للفلبين، كل الشيء. فهذا يبين فعلا شخصية القذافي كما عرفت، أنه رجل يحيط نفسه بأفضل المثقفين من أجل إذا كان الأمر يتطلب أن يكون هناك حديث لمثقف أو شخص يعني يتطلب الموقف إفادة مثقف وبأسوأ المجرمين. إذا كان الأمر يتطلب اغتيال أو تصفية أو انقلاب أو مؤامرة أو أي شيء، هذا هو القذافي. ولكن شخصيته يجب أن تدرس يعني دراسة دقيقة جدا فيها الجانب النفسي أيضا. يعني أنا أعتقد في جانب نفسي في القذافي غير ما. مثلا على سبيل المثال، القذافي لم يساهم إطلاقا في الانقلاب الذي وقع في فاتح سبتمبر 1969، وكان يعني وضع لنفسه خط رجعة، إذا فشل الانقلاب يكون هو ضد الانقلابيين. ورغم ذلك طبعا حينما نجح الانقلاب، لأن الذين نفذوا الانقلاب ليس هم، محمد الجريف، عمر المحيشي، ضباط آخرين يعني في أعضاء مجلس قيادة الثورة، وأنا ذاكرهم في كتاب الملك والعقيل. فرغم ذلك كانت شخصيته الزعامية، هو عنده لديه شخصية طاغية لها سطوة تستأثر حينما هذا كل شيء. ولا ننسى شيء آخر، لا يوجد حاكم في العالم العربي توفرت له أموال مثل القذافي. يعني الناس تظلم دول الخليج، لكن أكثر حاكم. الدليل على ذلك أنه شعب فقير جدا جدا تركه، غير متعلم، لا توجد بنيات تحتية. في مرة من المرات ذهبت إلى طرابلس وهي التي تقع على البحر المتوسط، كانت هناك أزمة ملح، إلى درجة أن صديق طلب مني أن أحمل معي ملح من المغرب إلى طرابلس. كل الأموال كانت تحت يدي. أهم منصب كان في ليبيا هو المدير العام البنك المركزي، وهذا كان يأتمر بأوامر القذافي. بعدها تكون في حكومة مع حكومة، هذا كله كلام لا معنى له. وللأسف استعمل هذه الأموال ليس في تطوير ليبيا وليس في أي شيء، إما لشراء أو تدمير. القادة الأفارقة كلهم الذين يعني كانوا ضد مسألة الحصار الذي فرض على ليبيا، كلهم تم شراءهم.
كان ينزل الرئيس الافريقي في بعض في طرابلس وشنط من الدولارات تسلم اليه. هذا كلام سمعته انا من جوزيف مومو رئيس ديال سيراليون، ما سمعتوش انا من القذافي. يعني حينما اجريت معه المقابله قال لي بان بصراحه وليش ما ناخذ هذا. انا هو طبعا حسب كلامه ان اخذت هذه الاموال واودعتها في خزينه سيراليون وهذه للشعب السيراليوني. قال لي واحد يوزع فلوس ليش ما ناخذه نجيب. ولكن هذا على الاقل الرئيس الذي استطاع ان يقول هذا الكلام، اما في كثيرين لم يقولوا هذا الكلام. وهناك واقعه انا ذكرتها في كتاب ذاكره ملك في عفوا كتاب الملك والعقيد يعني قلت فيها بان سلم شنطه مليئه بالاموال الى عبد الحق القادري الذي كان انذاك هو مدير لاتشيت. قلت هذه الواقعه لانه من قالها لي من رواها لي هو السي عبد الهادي بوطالب، وقال لي بانه سلمها الى الملك الحسن الثاني، وكان يعني حظي الجنرال القادري يعني بتنويه وثقه كبيره من طرف الحسن الثاني لهذه الواقعه. يعني تصور، فهو كانت هذه الاموال كانت هي مشكله القذافي، تحت يده اموال وهو ايقن بانه يعني كما يقال ورد الى ذهنه، كان عنده قناعه بان اي شخص يمكن شراؤه. والان نحن نسمع على انه مول حمله ساركوزي، شخصيا لا استبعد ذلك.